الأهلي كان حيث ينتمي هناك إلى العالمية. يلا بينا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد صابر ودي الكورة مع أفوكاتو. بجد خليتونا فخورين بيكم، مش مهم الأربعة. الأهلي كان عظيم، الأهلي كان كبير. عشان أقرب لك الصورة، يمكن صحيح مفيش كلام في الفنيات كتير أوي النهاردة، لأن طبعا الموضوع كله يعني ثورة عواطف، والأهلي النهاردة كان يعني مع الفوارق الفردية الجبارة اللي كنا شايفينها والسرعات الرهيبة. بس عشان اقرب لك الفكره خليني اقول لك كده، مش عارف يعني هل الكلام اللي انا بقوله دوت هيوصل ولا لا، بس اي فريق في الدنيا حبيس القدره التنافسيه اللي بيلعب فيها، او المنطقه التنافسيه اللي بيلعب فيها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بلعب في اوروبا في معدل لياقات عالي، والجري والسرعات والتسليم والتسلم وسرعه التفكير. لكن عشان تيجي من دوري زي الدوري المصري او اي دوري في افريقيا وتروح تلعب وتلاقي فرقه بتفكر بسرعه كده وبتتحرك بسرعه كده وتبقى قادر تقف قدامها، هنا العظمه. هنا الاهلي حيث ينتمي الى العالميه. الاهلي النهارده كان عالمي. 40 دقيقه في الشوط الاولاني الاهلي حاصر لعب ريال مدريد باستحواذ سلبي كله قدامه. النهارده مارسيل كولر بصراحه يعني انا لما شفت التشكيل قبل الماتش بساعتين يعني انا قلت عليه مجنون. ده مجنون في منتهى التهور. انا يعني لقيت ان الراجل خد قرار، انا ما بلعبش ريال مدريد كل يوم ومش مطلوب مني اكسب، فانا هستمتع. القرار كان عند كولر الاول. لعبوا بحسين الشحات ومحمد شريف، ولعبوا بثلاثي فيهم لعيب رقم 10 في خط الوسط. هو صحيح كانوا بيلعبوا 3 فلات، يعني بيلعبوا 4-3-3، بس انك تلعب بقفشه وشريف وعبد القادر وحسين الشحات اعتقد ان هي كانت مجازفه. بس اللعيبه اعتقد ان هي ما خذلتوش طول 40 دقيقه. زي ما الريال بيوصل وزي ما الريال مستحوذ، انت بتلعب اللعب المباشر بتاعك وبتعرف تروح. زي ما الريال ماسك كوره، انت حاصر الكوره قدام الثلاثي بتاع خط الوسط، ولما حد من ثلاثي خط الوسط بتاع ريال مدريد بيخترق بيرجع معاه لعيب خط الوسط المكلف بيه. يعني انت بتلعب زون، وفي نفس الوقت لو حصل عمليه اختراق بتتحول من زون لمان. قمه يعني ايه اقول، مش فاهم. الناحيه التكتيكيه بجد الاهلي اتطور بشكل عجيب. يعني ايه مودريتش؟ انا فاهم ان قفشه هو اللي ماسك مودريتش. انا طول ما اللعب ورا خط النص او قدام خط النص انا واقف بتفرج او واقف بحلق. اول ما مودريتش هياخد قرار انه يعني يخترق، بتبص على طول بتلاقي قفشه هو اللي راجع معاه. اول مره اشوف عبد القادر، اللي انا ما كنتش مصدق ان هو الراجل بيرجع مع الوينج ومع الوينج اللي قدامه، وبيسيب الباك لما بيتقدم بيروح لمعلول. النهارده مارسيل كولر ضحك عليهم بمعلول، قال لهم انتوا مش عارفين ان انا بلعب بمعلول وبتقدم بالجبهه دي؟ انا اسيب لكم الجبهه دي، تعالوا قابلوني فيها. الناحيه الثانيه بقى حسين الشحات المونديالي باقتدار، الراجل اللي متخصص كاس العالم، هو ومحمد هاني عملوا ماتش عمرهم. يعني الجول الاولاني تقريبا هو اللي يعني زي ما بيقولوا كده خرب الدنيا. يعني اللي شال الليله النهارده كده بالصلاه على النبي هو اليو ديانج. يعني ما كانش بيقدم احسن مستوياته، بس يعني بقيه الفرقه بصراحه عملت ماتش عالمي. سيبك بقى من ان انت دخل فيك 4 تجوان، لان الجول الثالث والرابع، هو الثالث كان بمثابه رصاصه الرحمه، والرابع كان خلاص بقى الفرقه خرجت عن تركيزها وما بقاش في حاجه تتقدم. يعني خلاص فروق فرديه جباره. الاهلي على الفروق الفرديه دي اول مره اشوف السرعه الجباره في التحول واللعب المباشر. مشكلتك ان انت ما عندكش فيرود برضه، خلينا نكون صراحه مع بعض، ما عندكش الفيرود اللي بيخلص ويقتل. يعني فرصتين راحوا لهاني، كان ممكن لو فيرود اقوى، فرصتين راحوا لمحمد شريف، يعني لو فيرود اقوى من كده شويه يمكن كان خلصهم. الاهلي بصراحه يعني كانوا رجاله، ما كناش طالبين منهم اكتر من كده. ده كان اسمه فعلا مش نهائي القرن، نهائي الكره الارضيه. بطل القرن في افريقيا بيلاعب بطل القرن في اوروبا. ويعني المساحه اللي كانت فردها الصحافه الاوروبيه كلها للماتش دوت،
قناه ريال مدريد تجيب لعيبه الاهلي وتفصصهم وتقعد، والاحترام المتبادل اللي كان باين بين الاثنين مديرين فنيين والفرقتين، وعدم الرهبه. انت عشان هو برضو المدرب بصراحه كان عليه العامل الاكبر، انت عشان تنزل بتشكيل زي ده يبقى الرساله اللي انت بتوصلها انا مش جاي ادافع بس، انا مش جاي اقفل بس، انا مش موسيماني مثلا هقف قدام بايرن ميونخ واقف ورا راس، ما انا كده كده هتغلب. طب وهي فرقت ايه؟ ما انا اتغلبت 2-0 المره اللي فاتت من البايرن، المره دي على الاقل انا صحيح ما كسبتش بس انا برضو عورتك. اتفرج على لعيبه ريال مدريد لما كانت بتجيب جول، الناس دي بجد حاسه ان هي بتلعب في بطوله، مش جايه تلعب بطوله وديه، ما بتلعبش قدام فريق كده اي كلام. الاهلي كان مقنع من اول البطوله، الاهلي اثبت انه كان الاقدر. تعالوا بقى كده نتفرج ونستعرض الشريط من الاول، من ساعه ما لعبت الوداد على ارضه في كاس الامم او في نهائي دوري الابطال. اتفرج كده لما اتظلمت بانك لعبت الوداد، انت اتغلبت كوره بس ربك ما بيرضاش بالظلم، والاهلي حيث ينتمي الى العالميه. شرفتونا، وانا لو حزين مش حزين عشان الاهلي النهارده خسر، بس حزين على المجهود الجبار اللي لعيبه الاهلي النهارده بذلته، وبصراحه يعني شرفونا. لو عجبك الكلام دوت ما تنساش اللايك الشير الكومنت سبسكرايب. لو انت بتتفرج عليا من على الفيسبوك يا ريت تروح تشترك في القناه. سلام.